ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر حسبي الله عليه ونعم الوكيل. هذا الوليد بن المغيرة والد سيف الله المسلول خالد بن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، عدو الله ورسوله يخرج منه سيف الله المسلول. من أولاده 3 دخلوا الإسلام، من يذكرهم؟ خالد بن الوليد والوليد بن الوليد وهشام بن الوليد، 3 صحابة من أبناء الوليد بن المغيرة، وبقية أبنائه إلى النار وبئس المصير، وهو معهم إلى النار. ما القصة ما الخبر؟ إذا سمعتم القصة تتعجبون كيف رجل مثل هذا يقول مثل هذا الكلام الذي قيل عنه. القصة بما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف يصلي يقرأ من القرآن، وكان يقرأ من الحواميم، وإذا به يمر الوليد ويقف يستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع قراءته إذا به النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فأنذرتكم صاعقة. الوليد قال له حسبك يا محمد لا تكمل، وخاف من صاعقة، فرجع إلى قومه قال لهم أطيعوني، هذا الكلام الذي يقوله محمد أعلاه مغدق وأسفله مثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، والله ما هو بالشعر، وإني لا أعلمكم بالشعر، وما هو بالنثر، وما هو بكاهن، وما هو بقول مجنون، وما هو بشاعر، وما هو بشعر. فقالت العرب أسلم، أصبأ الوليد، كلام هذا ما يصدر إلا عن مسلم. وذهب الوليد إلى بيته وقد أدى ما عليه، وليت سكت. لو الوليد أغلق عليه بابه وكان هذا آخر الكلام لدخل الإسلام، لأنه قال كلمة الحق. فقريش بدأت تموج وبدأ الكلام إذا أسلم الوليد صاحب الأموال الطائلة، الوليد عندهم مثل الوليد عندنا، إذا أسلم وعنده الأموال الطائلة بكثرة المال ليس في غير ذلك يعني إذا أسلم وعنده الأموال الطائلة فإنه سيسلم الناس كلهم، لن يبقى في مكة أحد إلا أسلم. طيب ماذا نفعل؟ عندها جاء هشام أبو جهل بن هشام ويسمى أبو الحكم، كانوا يحتكمون إليه، قالوا اتركوا الوليد علي. أبو جهل قريب الوليد، كلاهما من بني مخزوم، قال خلوا الوليد علي أنا أعرف عالجه. قال له خلاص روح له. فذهب أبو جهل إلى بيت الوليد وطرق عليه الباب، فتح الوليد قال له تفضل يا أبو الحكم، تفضل يا أبا الحكم ادخل. دخل أبو الحكم زعلان، ما يبغى يشرب ولا يأكل ولا يبتسم، منزل راسه مكشر. قال له ما لك يا أبا الحكم إيش فيك؟ قال له أنت ما سمعت ماذا تقول قريش؟ والله قال له أنا لا أكل عندك ولا أشرب عندك، وقريش الآن قاعدين يجمعوا المال سوين، يعني كل يدفع ما عنده. قال ليش؟ قال حتى يعطوك المال، لأننا سمعنا أنك تذهب إلى محمد وأبي بكر
تأكل من بقايا موائدهم. طيب هو الذي عنده المال هذا كله يأتي إلى محمد وأبو بكر عليه الصلاة والسلام يأكل من بقايا موائدهم، وهم الصحابة اللي خرجوا من حصار من 3 سنوات ما في طعام يأتيهم. غضب قال يا أبا الحكم إنك لا تعلم أني من أكثر قريش مالا، ما هذا الكلام الذي تقول؟ قال هذا ما يقول قومك ولن يرضوا عنك حتى تقول في محمد قولا يذهب القول الذي قلت الأول، وفي هذا الكلام الذي يقرأه. يعني لا أنا أرضى ولا قريش ترضى حتى تجي إلى الكعبة إلى مكة إلى المسجد الحرام وتتكلم بكلام ينسخ الكلام الأول الذي قلت. قال له انتظرني. خلاص لبس ملابسه وخرج للحرم، وقريش متجمعين. خطب فيهم الوليد يا معشر قريش يا معشر قريش. تجمعوا هذا الوليد ومعه أولاده 13 ولد 17 ولد. تجمعت قريش تستمع للوحيد ماذا يقول. اسمه الوحيد، كان يكنى الوحيد. هذا الوحيد يريد أن يتكلم. قال بعضهم خسرك منه ما عنده إلا يمجد محمد مثل ما مجده بالأمس. قال خلنا نسمع. تجمعوا حوله. قال يا معشر قريش تعلمون أن محمدا ما كذب قط، وأنكم هل علمتم عليه من كذب؟ قالوا اللهم لا. هذه مقدمة خطيرة. أبو جهل قاعد ما يدري ايش السالفة. قال وهل تعلمون أنه لم يخلق قط كما يخلق المجانين؟ يعني المجنون اللي بيتكلم تخلقه الجن، وهذه كانت عقيدة عند القريش والعرب أن المجنون هو الذي يخلقه الجن، لم يخلق قط يصرع يعني. قالوا لا ما رأيناه خلق قط. قال وتعلمون الشعر وأن الذي عنده ليس بشعر؟ قالوا صح اللهم نعم ليس بشعر. وتعلمون النثر وأنه ليس بنثر؟ اللهم نعم. وتعلمون الكهانة وأنه ليس بكاهن؟ وتعلمون أمانته؟ اللهم نعم. وكل ما يقول شيء قريش تصدق. أكبر داعية وقتئذ، لأن كل ما يقول شيء قريش جميعا تصدقه. وأبو جهل واقف ما يدري النهاية، ينتظر النهاية. البداية غير مبشرة بالخير بالنسبة لهم. طيب النهاية؟ سكت وذكر القرآن وصفه ماذا فعل بالضبط. طيب خلينا نرجع للقرآن إلى هذا الموقف وننظر حديث القرآن عن الوليد ووصف القرآن لشخص الوليد وهو يتكلم في قريش. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. ليش ما زدنا؟ إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. طيب لماذا بدأ الآن نقل الحدث بالصوت والصورة من القرآن لما حصل للوليد؟ يوم قال تعلمون أن ليس كذا وليس كذا وليس كذا، فكر إيش الكلمة اللي يمكن لو قالها لأرضى قريش ورجعت له مكانته. إنه فكر إيش يقول؟ تعرف تفكير؟ طيب الواحد اللي يفكر شو يسوي؟ في الغالب ماذا يفعل؟ قاعد يفكر. التفكير أحد أمرين، إما ينظر على جنب، وإما يرفع رأسه ينظر إلى أعلى، وإما ينظر أسفل. لأن دائما التفكير يقتضي تركيز النظر، تثبيته في نقطة حتى يشتغل العقل الباطن. واضح؟ إنه فكر فقدر ثم إنه فكر فقدر ثم قتل كيف قدر. يعني مهما قدر، مهما جاب كلمة يردها العقل الباطن لا. ايش يقول؟ يعني لو تدخل في داخل الوليد
بن المغيرة وتنظر أفكاره وتقرأ أفكاره من الداخل، كأنه يقول إيش يقول عن محمد، إيش يقول عن القرآن، مجنون؟ لا مو مجنون. فكان ردة الفعل المتحركة الصامتة ينقلها القرآن. نقول مجنون؟ لا، نقول سحر، لأنه كل هذه الأقوال التي ينقلها في عقله قد نفاها المجتمع في الظاهر. فكر فقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس. تعرف معنى عبس؟ الواحد إذا يفكر ولا تجي له نتيجة يعبس وجهه، عبس يعني أصبح وجهه معبس من شدة الزعل. ثم عبس وبسر. البسر خاص العبس للوجه كله، والبسر للمنطقة هذه، منطقة ما بين العينين. هذه المنطقة هذه منطقة البسر، يكمش المكان هذا فيصبح مثل البسر. تعرف البسر؟ التمر اليابس اللي يكون معفط. ولذلك كما في حديث عائشة لم يكن إلا البسر، حديث ما يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، التمر الذي نشف ويبس وأصبح في كمش، يعني فيه تجاعيد. عبس وجهه كله وبسر قطب حاجبيه. عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم أدبر، لأنه يريد يخفي معالم الوجه عن قريش، لأن هذه المعالم غير جميلة. كان واقف يتكلم وشوي عبس وشوي بسر ثم أدبر، راح، وقريش مكانها، مشى على خلفه يبغى يخرج من الأزمة التي هو فيها، كيف يرضيهم، ماذا يقول. ثم أدبر واستكبر، يعرف أن الكل ما قلب القرآن يمين يسار لا يجد كلمة يمكن تصف القرآن إلا كلمة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد وصفا يصفه إلا وصف حسن. ماذا فعل؟ ثم أدبر واستكبر فقال، جاءت الفكرة وهو راجع، رجع لهم بهذا الوجه الذي ذكره الله، بوجه عبوس قمطرير، بوجه مكفهر، بوجه بسر، بوجه أقبح ما يكون، وتكلم بأقبح قول. الوجه قبيح والقول الصادر من صاحب الوجه قبيح. ماذا قال الملعون بعد الكلام الجميل؟ خربها. ايش اللي قال؟ قال لو قلت شاعر قلتم لا، لو قلت كاهن قلتم لا، لو قلت مجنون قلتم لا، إذن فماذا تقول يا أبا الوليد؟ قال ما أقول إلا ساحر، لأنه فرق بهذا الكلام بين المرء وزوجه، وذلك ما يفعل السحر. صفقوا له وقاموا فرحوا بهذه الكلمة، وأصبحت قريش تتناقل هذه الكلمة. لو في واتساب كان نشروها نشر، فرحوا بها. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا، يعني إن هذا القرآن إلا سحر يؤثر. سحر يؤثر. ما معنى سحر يؤثر؟ يعني مأخوذ عن قوم آخرين، ليس من السحر المعروف عند العرب، إنما هو جاي من برا، مستورد. سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر، يعني يعلمه بشر آخر. سبحان الله. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لأنهم قالوا علموا إيش؟ العجم، يعلموا واحد من الفرس أو يعلموا واحد من الروم. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف يكون العجمي يعلم العربي اللسان العربي؟
إن هذا إلا سحر يؤثر. فماذا قال الله؟ سأصليه سقر. انتهى الوليد. الوليد هذا نفسه هو الذي وصفه الله عز وجل في سورة نون والقلم وما يسطرون بصفات 9. من يذكرها؟ مضت معنا. فهو ملسون. تعرف ملسون؟ خطيب مفوه، تكلم عنه القرآن في سورة المدثر وتكلم عنه القرآن في سورة نون. فما هي الآيات التي في سورة نون عن الوليد؟ فيها عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. هو صاحب الوسم على الخرطوم. وانظر إلى وجه الوليد هذا القبيح الذي قطب وعبس ووسم على الخرطوم في النهاية. كل وجه لا يظهر في الحق وإنما يظهر في الباطل فقبحه الله من وجه، وكل وجه يظهر في الحق فأفلح وأبيه. أفلح وأبيه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه الحق، وجوه أصحاب الحق. ووجوه يومئذ باسرة عبس وبسر تظن أن يفعل بها فاقرة. سأصليه سقر. ما هي سقر؟ سقر اسم من أسماء النار، وهذا الاسم خاص بالدرك رقم 6.